بالرغم ان اذربيجان مدينه مسلمه ان انا ليا 3 ايام لغايه دلوقتي تقريبا ما لمحتش ولا مسجد ولا سمعت اذان ولا اي حاجه. وحتى بالصدفه ان انا لقيت ان النهارده الجمعه، فكرت ان انا انزل اصلي الجمعه، وحتى هذه اللحظه انا مش لاقي مسجد. مش لاقي مسجد بجد. دلوقتي في المدينه يا فرج الله، تقريبا انا سامع صوت اذان، مش مصدق نفسي. انا ليه ساعه بلف يا جدعان. اخيرا سمعنا اذان في البلد الغريبه دي. يلا نصلي. الحقيقه اكسبيرينس صلاه غريبه جدا. انا ما فهمتش اي حاجه. انا دخلت صليت، الصلاه مختلفه، الكلام اللي بيتقال مختلف. انا كنت فاكر ان هم هيقولوا مره الخطبه بالعربي ومره بالازري. استغربت ان مفيش مفيش حاجه. انا مش فاهم اي حاجه، مفيش اي حاجه. حتى الصلاه نفسها، يعني الصلاه احنا عارفينها، الخطبه ممكن تختلف، لكن الصلاه ممكن الصلاه زي ما هي. الصلاه نفسها مختلفه. يعني اول ركعه ما حدش قرا اي حاجه، مفيش اي حاجه اتقرت. فجاه لقيت نفسي بنركع ونسجد. الموضوع كان غريب. بعدين لقيت كل واحد بيخش بحجر كده، ما فهمتش ده ايه، بس اعتقد هما بيحطوه عشان خاطر علامه الصلاه، او انا مش فاهم. بس هو حاجه غريبه. المهم لما خرجت سالت واحد كده شكله ايه هندي، فطلع بيتكلم انجلش الحمد لله. ففهمت ان المسجد ده مسجد شيعي، فمش سني. فالموضوع مختلف، الموضوع مختلف ورايح في حته تانية خالص. بس يعني كاكسبيرينس هي غريبه.